السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أغلى ناس. تعالوا قبل ما نبدأ أي كلام نصلي على نبينا محمد الهادي اللي علمنا إن الكلمة الطيبة صدقة. عارفين في وجع مخفي بنعيشه كل يوم، وجع إنك تعمل كل اللي تقدر عليه ومحدش يشوفك، إنك تتعب وتسهر وتضحي وفي الآخر تلاقي كل اللي حواليك بيتعاملوا مع تعبك ده كأنه واجب مفروض عليك ملوش تمن ولا يستاهل كلمة. النهاردة حكايتنا عن المفتاح اللي بيفتح القلوب المقفولة، حكايتنا عن سحر الامتنان وعن الكلمة اللي قادرة تحيي روح كانت انطفت، حكايتنا عن كلمة شكرا. المشكلة إننا اتعودنا، والتعود ده عدو المشاعر. اتعودنا إن ماما تطبخ فبطلنا نقول تسلم إيدك، اتعودنا إن بابا يشيل المسؤولية فبطلنا نقول له كتر خيرك، اتعودنا إن المدرس يشرح والدرافي يوصل والصديق يسند، لدرجة إننا بقينا بنعتبر مجهودهم ده تحصيل حاصل. لكن الحقيقة إن مفيش حد فينا آلة، كل واحد فينا جواه طفل صغير محتاج يتقاله أنا شايف تعبك ومقدر مجهودك وشكرا إنك موجود في حياتي. لما بنبخل بالكلمة دي بيخلي اللي قدامنا يحس بفتور، وكأنه بيصب مجهوده في أرض ناشفة ما بتطرحش، والروح اللي ما بتلاقيش تقدير بتبدأ تنسحب بهدوء. طيب تخيلوا لو رجعنا نور الامتنان ده لبيوتنا تاني. كلمة شكرا مش مجرد 3 4 حروف، لأ دي جبر خاطر. لما بتشكر الصغير انت بتبني جواه انسان بيحب يدي، ولما بتشكر الكبير انت بتديه عمر جديد وطاقة يكمل بيها. شكرا للأم اللي حبها ملوش شروط، شكرا للأب اللي سنده ملوش حدود، شكرا للمدرس اللي بيفتح لنا بيبان العقل، وشكرا لكل إنسان بسيط بيعمل شغله بضمير ومستني بس نظرة رضا. وعشان الحكاية ما تبقاش مجرد كلام تعالوا نتفق على 3 حاجات. أولا انطقها، ما تفكرش ان في القلب كفاية، الكلمة لازم تتقال وتتسمع عشان تداوي. تاني حاجة بص في العين، الكلمة اللي معاها ابتسامة ونظرة اهتمام مفعولها ما بيتمحيش من الذاكرة. 3 لا يشكر الله من لا يشكر الناس، افتكر ان امتنانك للناس هو جزء من شكرك لربنا على النعم اللي بعتها ليك في صورة أشخاص بيحبوك. في النهاية العالم بيبقى مكان أجمل بكتير لما بنقدر بعض. الكلمة الطيبة بتبني بيوت، والامتنان هو اللي بيخلي الحب يدوم. اخرجوا من الفيديو ده وروحوا قولوا شكرا لأكتر حد تعبان عشانكم، وشوفوا المعجزة اللي هتحصل في وشه. شاركوني في الكومنتات مين الشخص اللي مديون له بكلمة شكرا كبيرة قوي لحد النهاردة. أنا بقرأ كل كلامكم وبفرح بيه، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان عائلتنا المثقفة تكبر ونوصل صوتنا لكل القلوب. استنوني في القضية الجاية. وبس كده، كانت معاكم ملك إسلام من قناة الحكاية بتقول إيه.